لما قريني بيتعبني بشغله صورة قاف. مين قرينك؟ لما ساعات يجيلي احساس بالخوف والبكا من غير سبب، واقول الاوضه دي انا حاسه ان فيها تعبان، دي بتبقى روح شريره. وفي ناس بيبقى مرمي لها في البيت حاجات وكده، بيبقوا راميين حاجات ولاد الحرام. عشان يعني انا لقيت سره محطوطه على باب البيت، عارف المفصله متعلقه فيها. بفتح السره دي لقيت فيها رمله زي البودره بيضه وجواها مفتاح. ايوه ده عمل لان المفتاح، عارف لو انا لو السره فيها رمله بس، هي مش رمله، هو بودره بيضه، كنت قلت ان ده انا برمي في الاركان ملح خشن بكوينز، بس في سره كده، وارمي في 3 تركان والرابع لا، عشان الطاقه الايجابيه ونشيل الطاقه السلبيه من البيت وكده. فهي سره محطوطه شبه اللي انا رميهم في الارض، بس بودره طبعا تبقى حاجات جايه من المقابر وكده. يا الله. ومفتاح ده يعني قافلين لك كل حاجه في حياتك. يعني هو لو حط مفتاح يا شيخ، مفتاح اوضه نومي، اوضه نومي جربته. ده طلع مفتاح اوضه نومي، يعني انا عرفته من الشكل. طب انتي بتعرفي مثلا مين هدول الناس اللي بيعملوا هالاشياء؟ يعني ما أنا شكيتي قلت بحدا لك معين؟ شكيت لا وطلع صح، ما بقول لك الكل طلع خاين، عشان كده الكل اتكل على الله. يجيلي تليفون لقينا تعبان في البيت. عارفه يعني ايه لا تعبان في البيت؟ يعني شكيتي بحدا معين؟ شكيت لا وطلع صح، ما بقول لك الكل طلع خاين، عشان كده الكل اتكل على الله. يجيلي تليفون لقينا تعبان في البيت. عارفه يعني ايه لا تعبان في البيت؟ هلا بالبيت اللي انت فيه، في الكومباوند اللي احنا ساكنين فيه الجديد. انتبهي. ده تعبان، ده معناه ان انا مش داخله التجمع، مش داخله البيت. لا، ومين يخش البيت فيه تعبان؟ فانا حضرتك مروحه، ويعني انا مسافره راجعه القاهره، ومش عارفه هبات في انهي بيت من بيوت صحابي، بس مش هدخل البيت اللي فيه التعبان ده تاني. مستحيل. موقف العيال ايه دلوقتي؟ يعني علاقتك بيهم بقت عامله ازاي؟ لا الحمد لله كويسين جدا، وهم عايشين معايا، بيني وبين طبعا والدهم بيشوفوا كل ما هم بيحتاجوا، وانا مربيهم على كل واحد يبقى نفسه، وانا معرفش ماما يعني ايه، انا بتعلم فيكم، فساعدوني اني انا زيكم. انا مش عارفه ماما دي المفروض تعمل ايه، يعني الام بعمل اللي انا بقدر عليه، واللي ما بقدرش عليه هم بيساعدوني فيه. هم عندي الكبيره، انا سام بنت الكبيره دي متميزه جدا جدا فوق ما تتخيل. يعني الطمع كان في صوتي وفي اللي انا وصلت له. قعدت فتره اتعالج، رجلي كانت بايظه خالص بقى، قعدت فتره اتعالج ومحدش يعرف، يعني ما اعلنتش ولا صورت نفسي بقى، بس وانا بانت الوقعه. كان في حاجه غريبه، ما اعرفش، في حاجه غريبه كانت بتحصل. بس ممكن اطلب منها طلب؟ ممكن ما تفكري هيك، ما غصب شيليها عني من بالك هالقصه. ما انا شيليها غصب عني يعني. بس حطي ببالك انه انا بدي شيلها من بالي، لانه انت رجعتي فلي وانت محصنه، اصلا محصنه، انسانه نقيه وما عندك اي اذى، ما اذيتي حدا، ومشان بناتك وكل اللي عملتي، وخلاص كملي. ما هو تحطيش اللي بيأذيكي براسك. لا انا مش، بالعكس انا مش حاطه براسي، يعني ما تفكري انا عمل وهيك بتاثر، تخاف. والناس من حقها تعرف. يعني انا بحكي دلوقتي عشان الناس تعرف قد محدش ايه عارف ايه الخلفيه. انا كنت تعبانه. انا قد ايه كنت تعبانه، كلنا حسينا فيكي. عارفه انا كان اصعب وقت بالنسبه لي ايه؟ والله اصلا بكلمك جد، في لحظه لما حسيت ان انا ممكن ما اشوفكيش تاني. ايوه، وده اللي انا كنت برضو حالا هيحصل لي، ومسكت نفسي ان انا مش عايزه اخلي الموضوع دراماتيك. انا فاهم، بس انا فعلا
عملت كل حاجة عشان اروح امشي وارجع. واصحى من النوم الاقي نفسي لسه صاحية لسه موجودة في الدنيا، وابص لربنا واقول له يعني حكمتك. انا في اوقات كنت بقول له لو ما خدتنيش انا هزعل منك، وعايزاك تاخدني انا وولادي. لا اله الا الله. عشان انا مش هعرف اسيب الدنيا دي، القطط دي وانا سايباهم في الدنيا دول ممكن حد يعذبهم ولا حد يستغلهم. لان انا شفت اقرب الناس وابعد الناس وشفت الناس اللي انا كنت متخيله ان لما يشوفوني مثلا من زملائي الفنانين لما هتشوفني هتعمل ايه، لقيت غل رهيب. ايه ده؟ غل وغيره، ومفيش حتى كلمه سلامتك اللي هي كانوا يطلعوا بقى يتكلموا في السوشيال ميديا ده احنا ولادك في عينينا والكلام دوت، ومفيش حاجه من ده خالص. شفت يعني اللي وقفني على رجلي حاجتين. الناس دي القلوب دي اللي هو انت بس اقعي، احنا عايزينك تقعي. لا يعني انتوا كداب، يعني انت كدابه، انت مش انت اللي بتطلعي تقولي كده في التلفزيون ولا كاتبه كده على السوشيال ميديا. لما قابلت بعض الناس فيس تو فيس شفت قد ايه ان هم حابين الوقعه دي تشفين. متعرفش كاني باكل اخر النهار. الإعلامي المعروف تامر أمين وجه رسالة نارية للنجمة شيرين عبد الوهاب بعد خبر رجوعها لطليقها المطرب حسام حبيب بعد سلسلة الاتهامات الحادة المتبادلة بينهما. وقال على هامش تقديمه حلقة جديدة من برنامجه آخر النهار إن الحياة الخاصة لشيرين محفوظة وليها مطلق الحرية فيما تفعله، لكنه مهموم بشيرين الفنانة واللي عانت بشكل مأساوي من حسام. ومن الزاوية دي فشيرين صوت عظيم وفنانة عظيمة. يؤسفني أقول إنها بتكتب مشهد نهايتها كفنانة بإيديها. مين كان يصدق إنها ممكن ترجع له بعد كل المعاناة اللي عاشتها بسببه؟ وكمل الإعلامي كلامه وقال في علامة استفهام كبيرة حوالين قدرة حسام على إقناع شيرين بالعودة ليه كل مرة بعد كل اللي حصل بينهم. وأنا أعتقد إن البيان الصادر عن شيرين واللي أكدت فيه إنها قادرة تتخذ قرارات حياتها الشخصية بنفسها تم صياغته تحت إشراف حسام نفسه. وبيان محامي شيرين السابق ياسر قنطوش اللي طالب فيه بإنقاذها من حسام بدون ما يذكر اسمه أثار ضجة كبيرة جدا، وأكد إنه نصحها بالسفر والابتعاد عن الشخص ده حفاظا على صحتها، لكنها ما سمعتش كلامه ورغم نجاحه في قضايا كتير لصالحها إلا إن الوضع الحالي في اختصاصه كمحامي. الإعلامي المعروف تامر أمين وجه رسالة نارية للنجم فظيع فظيع فظيع. حلوة قوي.